السلام عليكم. طبعا زي ما باين من عنوان الفيديو ان انا هتكلم عن افضل انواع الليكويد الموجوده في السوق المصري دلوقتي، وخلينا نكون متفقين ان البلاي ليست ديت للمدخنين، فلو انت مش مدخن فما انصحكش تجرب اي حاجه من اللي هتعرفها معانا او هتشوفها معانا في الفيديوهات بتاعتنا. معاك اخوك كابو الدولي، ويلا بينا نبدا. قبل ما ابدا في الفيديو بتاع النهارده، انا حابب ان انا اشكر كل واحد دعمني بسؤال، دعمني بلايك، دعمني باستفسار، دعمني بمشاهده، بجد خلاني اتحفز ان انا اقدم اكتر محتوى عن الفيب ونصايح للناس المستخدمين وللمدخنين اللي بيحاولوا يفكروا ان هم يبطلوا عن السجاير ويبداوا يخشوا مجال الفيب. ويا ريت الناس اللي مالهاش في اي حاجه تبعد عن السكه دي خالص، عشان ده خراب بيوت. قبل ما ابدا الفيديو عايز اقول لكم واعرفكم المود اللي انا بشرب عليه، عشان ده اتسال في الفيديوهين اللي فاتوا عن الفيب. المود ده يا باشا دراج 2، حاجه مستهلكه حرفيا، وانا فشخه بمعنى كلمه فشخه، ومسندل معايا. دول بطاريتين سوتو يا باشا اوريجينال، وده التانك كايلن مش، ده تانك كايلن مش، ومعايا تانك تاني ام تي ال، بس انا بحب اشرب على الكايلن مش عشان اداؤه حاجه بوم خالص. طبعا في ناس اول ما تشوف الفيديو من بره هتقول لك انت هتقول اي كلام، او الفيديو ده سبونسر او الكلام دوت. الفيديو دوت مش سبونسر نهائي، ده مجرد رايي كمستخدم للفيب وكاللاينات اللي موجوده في السوق، واقدر ان انا ارشح لك ايه او اعمل لك ايه على حسب اختيارك انت. بس مبدئيا احنا هنتكلم ان اي فليفرز ده ذوق. انا ممكن مثلا بحب في الاكل جبنه حادقه، في واحد بيحب جبنه دلعه، في واحد بيحب جبنه رومي. خلينا متفقين ان الفليفر ده في الاخر هو ذوقك انت شخصيا، انما اللي انا هتكلم فيه مش كده خالص. انا هتكلم لك عن ازاي لاين يبقى محتفظ بالريسب بتاعته من اول ما بدأ لحد النهارده، وكل ما تشتاق له لازم تفكر مثلا انا نفسي اشرب كذا، فتروح لللاين الفلاني. هو اللي بيكيفك خبطة دماغ، خبطة صدر، بيكيفك كفليفر، بيكيفك كماتيريال، حاجة سعرها بالنسبة للكواليتي بتاعتها مظبوطة 100%. طبعا بعد الرفعة الأخيرة اللي زادت في أسعار اللاينات والفليفرات والكلام دوت، والليكويد يعني اقل ليكويد دلوقتي زاد 30 40 جنيه. هنبدا اول كلامنا عن لاين ايجل. لاين ايجل دوت من اول ما بدات من اكتر من 5 سنين فيب، وهو على نفس الكواليتي بتاعته. الفليفر بتاعه ما قلتش 1%، الريسب بتاعته مظبوطه، خبط الصدر واحده ما قلتش ولا اختلفت. تحس كده ان هي مكنه مثلا شغاله، هي اللي بتصنع مش بني ادمين، مع ان الليكويد بني ادمين هي اللي بتصنعه ومجرد خلاط بيقلب بس. موضوع تصنيع الليكويد دوت موضوع كبير. قبل ما نكمل هشرح لك بس الليكويد يعني بيتكون من ايه في لحظات كده. بيتكون من جليسرين، بروبلين، نيكوتين، والفليفر بتاعتك على حسب ذوقك. وطبعا بتختلف النسب ديت مع اذا كنت تشرب دي ال او هتشرب ام تي ال. انا كاسلام لما دماغي بتطلب معايا بتوباكو صح، وتوباكو طعمه مسكر وجميل ومش تقيل على الصدر ولا الخط بتاعته فيها اي تهيسه، لازم ايجل توباكو كراميل. لو سالت اي حد في الفيب او دخلت اي محل لازم تلاقي ايجل توباكو كراميل. طبعا مع اختلاف وكثره اللاينات اللي موجوده في السوق المصري، والصلاه على النبي علينا، اي حد ما معروش اي حاجه يخش يصنع لك ليكويد يا معلم ويقول لك انا عندي لاين وبتاع والدنيا معايا حلوه. اما اللاين الثاني اللي انا عايز اقول له شكرا بجد ان انت بتقلد صح، هو لاين مش مبتكر، هو لاين بيقلد كل الماركات العالميه. يعني لاين اسمه بريك. انا ما اعرفش اصحاب اللاينات نهائي، انا ما اعرفش ولا واحد من اصحاب اللاينات دول. لاين بريك دوت يا معلم بقى بيقدم لك اعلى فليفر ممكن تاخده في السوق، واعلى خبطه نيكوتين، والثرو هيت بتاعته حاميه. لو انت بتشرب سجاير عارف يعني ايه الفرق في الثرو هيت بين الملبور الاحمر مثلا والال ام الابيض. في فرق السما في الارض في خبطه الصدر، في خبطه الزور، في الكلام دوت. فلاين بريك دوت يا معلم بيقدم لك احسن كواليتي حرفيا في الفليفر، احلى كواليتي في الفليفر. النسب مظبوطه وكل حاجه وثابته على وضعها وكل حاجه من يوم ما اتعمل. اللاين ده بيقدم لك اكتر من فليفر، عندك الفي سي تي وزمان ونايله وهلو تريبك. عايز اقول لكم ان هو حرفيا اكتر لاين مصري مشابه للمستورد كفليفر وكخبطه نيكوتين، بس هو حامي سيكا عن الاوريجينال، بس حاجه محترمه بمعنى الكلمه. انا بالذات يعني اقول لك انا دلوقتي انا بشرب منه نايله دوت، ده بسكويت باللبن كده، حاجه روعه. هنا بيكتب لك من الميزه فيه بقى انه بيكتب لك هنا تاريخ الصلاحيه بتاعتك، وهنا معرفك ذيس از اكلون، كاتب لك على العبوه ذيس از اكلون. يعني هو بيقول لك ان العبوه ديت كلون مش اصليه، يعني مش ده نفس المنتج الاصلي.
وكاتب لك تاريخ انتاج وتاريخ الانتهاء والكلام ده كله، مع طبعا توافر كل نسب النيكوتين اللي هي 0 و3 و6 في الدي ال، مع اختلاف طبعا بتفرق. لو ام تي ال هتطلع بقى 9 و12 و18، ربنا يبعد عنا الارقام الكبيره ديت عشان انا ايه صدر على قده. نيجي بقى لللاين الثالث اللي مبتكر شويه وبيحاول يحط التاتش بتاعه في الفليفرات بتاعته، مع طبعا الجوده والسعر والاداء وكل حاجه عنده محترمه. هو لاين دو فيب. دو فيب من اللاينات اللي انا لما بيجي لي كده نفسي ان انا عايز احلي، عايز اجرب حاجه جديده، اروح اشتري اي حاجه دو فيب انا ما جربتهاش قبل كده وبستمتع. مفيش حاجه ما بتجيش معايا سكه. يعني احنا قلنا الفليفرات ديت مش نقطه احنا نتفق فيها، بس انا بقول لك في دو فيب بالذات انت لو جربت اي فليفر عند دو فيب انت هتنبسط. النيكوتين بتاعه ما بتحسهوش، هو ضعيف في سنه النيكوتين، بس كاداء كفليفر كنوع الجليسرين والبروبلين بتاعه بيخلي الكلاود بتاع الفيب معاك تمام، ما بيخليش القطنيه تسود بسرعه، مع ان اغلبيه الفليفرات عنده بتبقى مسكره زياده عن اللزوم، والسكر هو اللي بيخلي القطنيه او الكويل بتاعك يتحرق اسرع. فجرب يا معلم دو فيب دوت وادعي لي كده واشكرنا عليه. اما بقى رابع لاين معانا وهو لاين الغلابه، لاين اسمه في اي بي. في اي بي دوت بيقدم لك اعلى خامه واعلى جوده مقابل اقل سعر. افتكر يا معلم ان لاين في اي بي دوت في عيد ميلاده قبل كده عمل 10 ازاز ليكوب ب 200 جنيه، معنى كده الازازه الصغيره اللي هي 30 مللي واقفه ب 20 جنيه بس. طبعا انت لو حسبتها بالعقل وفي الاشاعات اللي طلعت عليه ان ده بيبيع ميه في صابون وبيبيع مش عارف ايه واونطه في اونطه في اونطه، بس انا بصراحه جربته وطلع اكتر من 90% من اللاين دوت محترم مقابل السعر. معلش انا لو رحت جبت ازازه ايجل تبقى كراميل مثلا هجيبها ب 90 جنيه، هناك عنده مثلا وقتها كانت ب 20 جنيه. طبعا فرق 70 جنيه بين الاثنين دوت يخليني اشك لا انا اجرب. بعد ما جربت حكمت على اللاين دوت ان هو بيقدم لك على قد فلوسك مديك احلى حاجه. واللاين ده بيقدم لك اكتر من 24 فليفر، بمعنى كلمه انت مش هتحتاج لو انت اتجهت للفيب وعايز توفر انت مش هتحتاج تفكر انك تجيب لاين تاني او تفكر في حاجه تانيه. هو موفر معاك جدا وموفر اكتر من السجاير والشيشه والمعسل والكلام ده. حرفيا انت بتجيب ببلاش. وطبعا الوقت الاسعار رفعت كتير وكل حاجه رفعت. انا بحكي لك على حاجه حصلت من 3 سنين وعايز اقول لك ان الفروع بتاعته كانت بيبقى عليها زحمه جدا اثناء العروض ديت. هو دايما شغال وكل حاجه، بس الميزه فيه ان هو بيقدم لك اكبر تيست بار، حرفيا 24 ازازه ليكويد قدامك بتنقي منها اللي انت عايزه. يعني انت لو ما عجبكش الطعم ده هيعجبك الطعم ده، ما عجبكش الطعم ده هيعجبك الطعم ده يا معلم. طبعا مش هيبقى كمل معايا الفيديو لحد هنا الا الناس اللي بتحبني والناس اللي مهتمه والناس اللي قابلاني بكلاكيعي بتهتهت في الكلام باللي انا بقوله. فاستنوني وتابعوني بقى على الصفحه عشان هعمل لكم لايف هجاوب فيه على كل الاسئله اللي اتسالت في الفيديو الاولاني بتاع افضل فيب تشتريه، وعن الفيديو الثاني اسال مجرب قبل ما تلبس وانت بتشتري فيب، وهجاوب برضو على الاسئله اللي هتتكتب في الفيديو دوت. وطبعا اي حد يتواصل معايا على الانستا او يتواصل معايا على الفيسبوك انا رديت على كل الناس طبعا، وبتاسف لاي حد لو اتاخرت عليه في الرد، بس اعذروا لي والله ناس كتير انا ما كنتش متوقع ان ربع الناس دي تكلمني، او ما كنتش متوقع اصلا ربع الفيديوهات ديت اللي هتجيلي او ربع التفاعل او الكلام ده كله. بجد شكرا ليكم، واستناكم تدوسوا لايك واشتراك في القناه، واستنوني عشان هقدم لكم فيديو كل 3 ايام عن الفيب، وهنحاول نطور الدنيا على قد ما نقدر. والسلام عليكم.